السلام عليكم يا جماعه. انا ان شاء الله قافل عيادتي النفسيه الشهر الجاي ده كله، تمام؟ فما حدش يجي لي عياده عشان ما يجيش على الفاضي. انا لما دخلت الكليه دي يا جماعه دخلتها عشان حلم حياتي ان انا البس البلطو، عشان سقعان وابويا معهوش فلوس يجيب لي جاكيت. قعدت اخطط وافكر لحد ما عرفت ان في الطب بيستلموا بلطو، فدخلت طب. دخلت طب نفسي عشان بعرف من الدم وبخاف، مش عشان حابب اساعد حد، اللي بيساعد ربنا سبحانه وتعالى. بس انا بني ادم وعندي طاقه وجبت اخري. ما حدش يجي الشهر الجاي يا جماعه. دي الحالات اللي كنا المفروض هنتابع معاها ونفضل نهري وننكت. انسه رشا انسه رشا عندها مشكله 3 شهور، فقال لي دماغي انا حاسه ان انا تخنت، انا محتاج اعمل دايت، لا انا عايز اخس، لا انا مش راضي عن جسمي، لا اصل انا لو لقيت عريس اصل مش عارف ايه. بص يا انسه رشا، موضوع الاجسام والفيزيكالات دي بتبقى اذواق، فكده كده ان شاء الله هتقابلي الراجل اللي راضي عن جسمك وشكلك زي ما هم ومش محتاج تغيري فيهم حاجه، والمفروض اصلا ان انت اللي ترضي عن نفسك قبل ما هو يرضى. تمام؟ انت فلقالي دماغي دايت، اخس، اتخن، ما عنديش اراده. انا شايف ان اللي تخن قوي الفتره اللي فاتت مخك، فلما ان شاء الله الطب يتطور ويتوصلوا الدايت للمخ ساعتها هناخد الخطوه دي انا وانت مع بعض. وبتعليق في استاذ خالد امه عايز يتجوزه بنت خالته وابوه عايز يجوزه بنت عمه. بص يا استاذ خالد، الحل الوحيد، سيبك من اللي كنت بقوله لك، انت كنت قاعد في حته قهوه تقريبا، قمت خدت سجايرك موبايلك مفاتيحك ونسيت شخصيتك. تمام؟ انت بني ادم عديم الشخصيه، ارجع بقى اسال عليها قبل ما حد ياخدها، لان مش ده الحل. انا كنت بقعد اقول لك الضغوطات والاهل ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده يا استاذ خالد. انت لازم يبقى عندك شخصيه. حابب تنسى اللي انا قلته لك ونبدا مع بعض نكون شخصيه من الاول؟ انا مش حابب ده وجبت اخري، ما عنديش طاقه. تمام؟ اتجوز يا ابني اللي انت ترضى عنها، ابوك وامك مش عايشين لك، سيبك بقى من ان ده حلم حياتهم وهدفهم يشوفوك في بيتك، والهدف ده هيتلغي، الهدف ده مش هيتحسب. لما تتجوز واحده مش حاببها وتطلقها بعد شهر ولا سنه وانت معاك عيل، ساعتها الهدف ده هيدخل فيك انت. تمام كده؟ في باشمهندس هشام بيقول لي الجواز بقى، اسمع يا عم خالد، هشام بيقول لي الجواز ما طلعش زي ما انا كنت فاكر. انت كل ما تجي لي عاده يا استاذ خالد توريني صوره لواحده واقفه بتطبخ بوت شورت وجوزها حاضنها من ورا. طب ما دي صوره يا استاذ خالد، في مصور انت ما خدتش بالك منه، كان لازم هو مش ظاهر في الصوره بس كان لازم تشوفه. طالما الصوره وصلت لك يبقى في مصور، يبقى دي مش حقيقه. انت حابب يا ابني تعيش حاجه زي دي، حاسبني انا وانا هحاسب الفوتوغرافر، هو هيحاسب المساعدين، لبس المدام طقم حلو، نيجي ناخدك صوره زي دي. تمام كده يا جماعه؟ في مراته برضه عشان بتيجي من ورا. حضرتك بتقولي لي ان انت مش مقصره في حاجه، بتقومي بدورك على اكمل وجه، صح كده؟ مهتمه بالبيت، بتحطي له ياكل وبتروقي الشقه وبتعملي كل حاجه. هو ما دخلش جمعيات واتفشخ واتبهدل عشان يلاقي واحده تحط له ياكل وتروق الشقه، هو عمل كده عشان يلاقي واحده تحط له ميك اب وتروق عليه. تمام؟ لان ده دور امه اساسا، هي كانت بتعمل كده، ما كانش محتاج يدفع كل الفلوس دي عشان يلاقي ده تاني، هي نفس الحياه اللي كان عايشها. تكري استغفر الله العظيم. في استاذ تامر عنده اكتئاب حاد. طب ما عادي يا استاذ تامر، احمد، انت كده بني ادم بتحس وعندك دم، وانت لو ما اكتئبتش في الظروف دي تبقى بني ادم مش شعور. تمام كده؟ فعادي الاكتئاب حاد. استاذ محسن عنده انفصام حاد، بيحاول يختلف عن زميله يعني. استغل ده يا استاذ محسن واشتغل شغلانتين. مش انت دلوقتي عندك شخصيتين؟ اشتغل شغلانتين، خلي كل شخصيه تشتغل شغلانه، هينفعك قوي في الظروف دي. واستغل مرضك، بص خليك ايجابي. تمام؟ ده هينفعك جدا. في استاذ صلاح عنده هلاوس وناس بتكلمه، سيبهم يكلموك يا استاذ صلاح، سيبهم. في الزمن ده ما حدش بقى بيسال على حد ابدا، دية المحمول بقت عزيزه وميجة الواتساب بقت غاليه، فسيب اللي بيكلمك يكلمك يا استاذ صلاح عادي، حتى لو في مواضيع انت مش حاببها. اهو لاقي ونس، في ناس مش لاقيه. تمام يا جماعه؟ دي الحالات اللي كنا المفروض هنقعد نتابع ونطبطب ونحسس، هو ده الحل زي ما انا اديته لكم كده. ما حدش يجي الشهر الجاي.